عرفت مواجهة الرائد والأهلي في إطار منافسات الجولة 27 من دوري روشن السعودي للمحترفين مشاركة جزائرية خالصة أعطت المباراة طابعا خاصا. ولعب من جانب الأهلي السعودي القائد رياض محرز الذي شارك أساسيا كالعادة، أما من جانب الرائد فشارك في القائمة الأساسية كل من أمير سعيود ومهدي عبيد ويسري بوزوق، مع العلم أن الدوري السعودي يضم 8 لاعبين جزائريين على رأسهم رياض محرز نجم الأهلي بجانب حسام عوار نجم الاتحاد وسفيان بن دبكة لاعب الفتح ومهدي عبيد وأمير سعيود ويسري بوزوق ثلاثي الرائد وعبد القادر بدران وفاروق شافعي ثنائي ضمك، مع قرب انضمام الجزائري سعيد بن رحمة لمجموعة الجزائريين في دوري روشن، حيث أصبح قريبا جدا من الصعود من دوري يلو باعتباره متصدرا وبفارق كبير عن الملاحقين مع فريقه نيوم السعودي. بالتوفيق لأبناء الجزائر في الخارج، ما رأيكم في ذلك؟ شاركونا بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك ولايك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.